كان من الأبناء الذي يفخر به كل أبناء. أذكر الآن عندما رأيت ابن أيوب، عندما رأيته أول مرة كان يبلغ بسنوات قليلة، وقد جاء إلى الوفد ومعه مجموعة من الأصدقاء شباب من نبت هذه التربة الطيبة لم تفسده الحياة، جاء يعطي لا يأخذ. وهذا هو شأن هذا الجيل الذي شرفت بمعرفته ومعايشته سنوات طويلة في الوفد. هذا جيل خاض كل معارف، وهذا جيل له أن يفخر بما قام به، وعلينا أيضا أن نفخر به. هذا جيل تحمل الكثير ولا زال يتحمل، ليس فقط مسؤولية الوفد وإنما مسؤولية الوطن. وأريد أن أقول لأسرته الصغيرة أن لماهر أسرة كبيرة هي الوفد، وله أسرة أكبر هي مصر، وهو من أبناء الوطن الذين يفخر بهم الوطن بأكمله، ويعز علينا اليوم أن نتحدث وهو ليس معنا، ولله حكمة لا يسعنا إلا أن نسلم بها، ونقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. أريد أيضا بهذه المناسبة، والأحزان دائما تخرج من الإنسان أفضل ما فيه، وعندما سمعت كلمات إخوتي الذين تحدثوا الذين عرفوه وخاضوا معه معارك كثيرة وسعوا إلى حماية الذي آمنوا به كما آمنت أجيال متعاقبة بهذه المبادئ التي تجمع بين أبناء هذا الوطن في إطار وحدة وطنية. نرى حولنا ماذا يحدث عندما تجرح هذه الوحدة. أبناء تعتمد عليهم مصر في المستقبل مهما واجهوا من خطوب وآلام. إن عليكم مسؤولية الغد، ومسؤولية الغد مسؤولية ثقيلة، تستطيعوا أن تحملها ومن يحملها لم تحملوها أنتم. عليكم أن تكونوا في السنوات القادمة قدوة لأبناء هذا الوطن. المحن تحيط بنا من كل جانب، والمحن أتت بأوطان كثيرة حولنا ولا زالت تتهددنا. وإذا كنت أذكر اليوم ماهر ورفاقه وأصدقائه وكل من خاض معه هذه المعاني، فإنني أقول أن الحق فوق القوة، والحق معكم وليس مع خصومكم. وإن بدا في الظاهر أن الوفد أصبح لغير الوفديين وأن الوفديين أصبحوا لغير وفد، ولكن هذا هو الظاهر فقط. فالحقيقة الواقعة أنكم أنتم الوطن، وأنكم أنتم مستقبل هذا الوطن، وأن هذه مسؤولية جسيمة عليكم أن تحملوها، وأنا على ثقة كاملة أنكم أهل للحمل. وأريد أن أقول لأسرتي الصغيرة أخيرا أن مصابكم جلل، ولكننا جميعا نعتبر
أن هؤلاء نأتي وأحفادنا، وأن هذا هو الضمان وأن تستمر هذه الروح التي جمعتنا اليوم وسوف تجمعكم في المستقبل في كل محنة تخيم علينا، وما أكثر المحن، ولكن أيضا إنني أرى النور في نهاية النفق ونحن على الضرب سائرون. والسلام عليكم.